السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم فيديو كده حرفيا هديه. النهارده هتكلم عن قسم واحد بس. الفيديو ده عايزه اتكلم عن قسم واحد كده بعينه، علشان ده من اهم الاقسام اللي موجوده عندك في كليه زراعه. وعايزه اقول لكم ان كليه زراعه بتاخد من حاجه 70%. واحده كنت اعرفها السنه اللي فاتت كانت جايبه 73% ودخلت كليه زراعه. كليه زراعه حرفيا فيها اقسام مهمه بشكل غير طبيعي، فحاول كده اعمل لكل قسم فيديو لوحده، لان حرفيا الكليه دي ما ينفعش تتكروت وتتعمل في فيديو واحد. فعلشان كده النهارده هنتكلم عن اهم قسم كليه زراعه، الا وهو قسم بايو تكنولوجي. القسم ده من اشهر واهم اقسام كليه زراعه، واصلا معظم الطلاب بيدخلوا الكليه بسبب القسم ده. تعالوا بقى نوضح يعني ايه بايو تكنولوجي وايه مجالات عمله. القسم ده بيهتم بتشريح الكائنات الحيه، دراسه اعضائها على المستوى الجيني او الوراثي او الخلوي، بغرض ان هو ينتج منتج مفيد للبشريه. مش فاهم؟ انا فاهمك. يعني انا مثلا ممكن استخدم الكائنات الحيه واعمل منها علاج جيني، زي الحقنه كده بتاعه الطفله رقيه. الحقنه دي اللي مصنعها خريج باي تكنولوجي، مش طب بشري ولا صيدله ولا علوم ولا اي حاجه من دي. كمان ادويه التلقيح بتكون مصنعه من قسم باي تكنولوجي. لو انت شخص اصلا متفوق وبتحب قوي المجال ده وان شاء الله تفوقت كده، ممكن كمان تصنع دواء لعلاج مرض زي مثلا زي سرطان الكبد او السكر او الحاجات دي. طيب ايه هي بقى فروع برنامج الباي تكنولوجي؟ برنامج الباي تكنولوجي بيكون عندك فيه 3 اقسام. القسم الاول هو الكيمياء الحيويه، والقسم الثاني هو الميكرو، والقسم الثالث هو الوراثه. انت بقى بتتخصص في حاجه من دول. طيب ايه بقى المجالات اللي انت ممكن تشتغلها من القسم ده؟ عد بقى معايا. اول حاجه ممكن تشتغل كيميائي في شركات ادويه، تشتغل اخصائي تحاليل طبيه وتفتح معمل باسمك. وطبعا دي حاجه جديده معظمكم ما يعرفهاش، فاكرين بس كليه علوم هي اللي تقدر تفتح منها معمل. لا، كمان كليه زراعه قسم باي تكنولوجي ممكن تفتح منها معمل تحاليل ويكون باسمك. ممكن تشتغل كيميائي في معامل زراعه الانسجه، حقن الدي ان ايه، ودي تقريبا من اهم المجالات دلوقتي. وعايز اقول لكم ان فيما بعد، وطول سلمى قالت، مجال الوراثه والدي ان ده هيكون من اهم المجالات المهمه جدا 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 في المستقبل. ممكن كمان تشتغل في مجال العلاج الجيني زي الطفله رقيه كده، ولو انت ما تعرفش قصه الطفله رقيه انصحك تقرا عنها. كمان ممكن تشتغل في شركات التغذيه او شركات العنايه بالبشره. دي المجالات اللي انت ممكن تشتغل منها من قسم باي تكنولوجي. قسم مهم جدا جدا جدا. بس بقى يا باشمهندس، باي تكنولوجي اللي موجود في كليه زراعه ما يفرقش عن باي تكنولوجي اللي موجود في كليه علوم، ما يفرقش عن اي باي تكنولوجي ثانيه. هي نفس الدراسه ونفس المجالات ونفس المواد. وعايزه اقول لكم ان اول كليه درست بايو هي كليه زراعه. فدي من الكليات الحلوه جدا، وحبيت ان انا اتكلم عن القسم ده بالذات في الفيديو ده. لو عايزين نتكلم عن قسم الوراثه وقسم العلوم، وفي مليون قسم حرفيا في كليه زراعه، اكتبوا لي في الكومنت. بحبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. وكمان هسيب لكم الفيديو بتاع حسابات ومعلومات كليه تربيه نوعيه في اول الكومنت لو حابين تعرفوا عنها معلومات.